شن الشيخ سلطان القاسم حاكم إمارة الشارقة هجوما لاذعا على رئيس الإمارات وحاكم أبو ظبي محمد بن زايد، متهما إياه بالتفريط بسيادة الدولة وانتهاج سياسة تهميش المواطن على حساب تمكين الوافدين. وتوعد القاسم حكام أبو ظبي بعواقب وخيمة في حال لم يوقفوا مخططات سرخ المجتمع الإماراتي عن قيمه وعروبته. وانتقد حاكم الشارقة بشدة ما اسمه القوانين التغريبية والتي من شأنها القضاء على عادات وتقاليد شعب الإمارات الأصيل حسب وصفه. وقال شيخ سلطان القاسم في كلمة وجهها للشعب الإماراتي حذر خلالها من خطر داهم يهدد جميع مواطني الدولة قائلا: نحن لا نملك إلا الدعاء لله أن يحفظ المواطن الإماراتي من الأخطار المحدقة به. وأضاف أن المواطن الإماراتي بات مستهدف في كل شيء، في دينه وعقيدته وعروبته وأرضه، داعيا الشعب الإماراتي للتمسك بأرضه وعدم المساومة عليها مهما بلغت التحديات. يذكر أن حاكم الشارقة قد وجه صفعة قوية مؤخرا لمحمد بن زايد، وذلك بعد قراره بخصوص نظام العمل الجديد والمخالف لحكومة أبو ظبي التي قامت بإلغاء إجازة الجمعة واستبدالها بيوم السبت والأحد، الأمر الذي سبب صدمة وحرجا كبير لبن زايد. وبات من الواضح للجميع أن القواسم في إمارة الشارقة لا يقبلون الاتجاه الذي يسلكه حكام أبو ظبي. وبرغم قرار الشارقة المتحدي لدبي وأبو ظبي، لكنهم عالقون في نفس القارب، ويتساءل مراقبون ما إذا كانت الشارقة ستبقى في الاتحاد الإماراتي أم أنها ستضطر للانفصال في نهاية المطاف. ولطالما وجه حاكم الشارقة انتقادات للنظام الإداري لا يجرؤ عليها أحد في ظل القبضة الأمنية لمحمد بن زايد وإخوته، لا سيما في ظل الخوف الذي تزرعه الأجهزة الأمنية في قلوب المعارضين لتوجهاتها. وخلال الفترة الماضية لاحظ الإماراتيون القوانين التي تمهد للصناعة الإماراتي الجديد الذي لا يعرف هوية الوطن ولا يعلم عادات وتقاليد المجتمع. ويجمع مراقبون أن هذه القوانين تبيع الإمارات الدولة كقطع غيار لمشترين متعددين يتنازعون سيادة الدولة ومكانتها ويعبثون بهويتها. وفي السياق وفي خطوة فسرت بأنها تسمح بممارسة الزنا، بدأت السلطات الإماراتية إصدار شهادات ميلاد للأطفال مجهولي الآباء. إصدار الشهادات يأتي تطبيقا لقانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أصدره الرئيس الإماراتي محمد بن زايد بموجب مرسوم ينظم تسجيل الموالد والوفيات في دولة الإمارات. المرسوم الذي دخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر الماضي يعترف بحق الأطفال في الحصول على شهادات ميلاد بغض النظر عن الحالة الاجتماعية للولدين وإذا ما كان الأب معروفا أم لا. ويسمح المرسوم للأم التقدم بطلب لتسجيل المولود عبر السلطة القضائية من خلال نموذج بيانات مفصل لمقدم الطلب، ومن خلال هذا الطلب بأنها الأم الفعلية للمولود مرفقة أوراقا ثبوتية وثائقة تتعلق بتقرير الولادة في المستشفى، وترسل الأم هذه الأوراق إلى المحكمة التي تبت في الطلب خلال أيام، وتطلب من وزارة الصحة إصدار شهادة الميلاد. وتكون الأم مطالبة بتقديم وثيقتين هما إشعار الولادة ونسخة على الهوية الإماراتية أو جواز السفر. ولا ينظر القانون في كيفية ولادة الطفل أو ما إذا كان الوالدان متزوجين بالأصل، لكن ينظر من خلال حق الطفل في الحصول على هوية خاصة، كما نقل صحيفة الخليج تايمز عن خبير قانوني دون أن تذكر اسمه. ووفقا للمادة 7 من قانون الأسرة الإماراتية لم يعد الزواج شرطا لتسجيل الطفل، وبدأ تنفيذ ذلك في أبو ظبي عام 2020. وبموجب نظام الزواج المدني الجديد يسمح القانون للوافدين والسائحين وغير المقيمين بالزواج في أبو ظبي والخدمة مقدمة فقط من قبل عاصمة الإمارات العربية المتحدة، ويمنح السائحون فرصة للحصول على شهادات الزواج المدني. وفي سياق متصل كشف تقرير استخباراتي أمريكي تفاصيل مثيرة عن التدخل الإماراتي في صناعة السياسة الأمريكية والتلاعب بها. التفاصيل وردت في تقرير لصحيفة واشنطن بوست قائلة إن مسؤولي المخابرات الأمريكية جمعوا تقريرا سريا يشرح بالتفصيل الجهود المكثفة للتلاعب بالنظام السياسي الأمريكي من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي دولة ذات نفوذ وغنية بالنفط في الخليج العربي، تعتبر منذ فترة طويلة شريكا وثيقا وموثوقا به. وتشمل الأنشطة التي غطاها التقرير محاولة غير قانونية وقانونية لتوجيه السياسة الخارجية الأمريكية بطرق مواتية للاستبداد العربي. وقال مطلعون على التقرير إنه يكشف عن محاولة الإمارات التي تغطي العديد من الإدارات الأمريكية
لاستغلال نقاط الضعف في الحكومة الأمريكية، بما في ذلك اعتمادها على المساهمات وقابليتها لشركات الضغط القوية والتراخي في إنفاذ قوانين الإفصاح التي تهدف إلى الحماية من تدخل الحكومات الأجنبية. تم تجميع الوثيقة من قبل مجلس الاستخبارات الوطنية، وتم إطلاع كبار صناع السياسة الأمريكيين عليها في الأسابيع الأخيرة لتوجيه عملية صنع القرار فيما يتعلق بالشرق الأوسط والإمارات العربية المتحدة التي تتمتع بنفوذ كبير في واشنطن. وبحسب الصحيفة فإن التقرير المميز يركز على عمليات التأثير لدولة صديقة بدلا من قوة معادية مثل روسيا أو الصين أو إيران. ومن غير المألوف أيضا أن يقوم منتج استخباراتي أمريكي بفحص التفاعلات التي يشارك فيها مسؤولون أمريكيون عن كثب نظرا لتفويضه بالتركيز على التهديدات الخارجية. وقال بروس ريدل الزميل البارز في معهد بروكينغز الذي خدم في مجلس الاستخبارات القومية في التسعينيات: يظل مجتمع الاستخبارات الأمريكية بعيدا عن أي شيء يمكن تفسيره على أنه يدرس السياسة الداخلية الأمريكية. وأضاف: القيام بشيء كهذا على قوة ودية هو أمر فريد أيضا، إنها علامة على أن مجتمع المخابرات الأمريكية على استعداد لمواجهة تحديات جديدة. فيما رفضت المتحدثة باسم مكتب مدير المخابرات الوطنية لورين فروست التعليق عندما سئلت عن التقرير. وفي وقت سابق قال سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة إنه فخور بنفوذ الإمارات ومكانتها الجيدة في الولايات المتحدة. وأضاف: لقد تحققت هذه المكانة بشق الأنفس، وأمر استحقته الإمارات بجدارة إنه نتاج عقود من التعاون الوثيق بين الإمارات والولايات المتحدة والدبلوماسية الفعالة. إنه يعكس المصالح المشتركة والقيم المشتركة. وتصف الصحيفة العلاقة بين البلدين بأنها فريدة من نوعها، لافتة إلى موافقة الولايات المتحدة على بيع الإمارات العربية المتحدة بعض من معداتها العسكرية الأكثر تطورا وفتكا، بما في ذلك الطائرات بدون طيار MQ-9 والطائرات المقاتلة المتقدمة من طراز F-35، وهو امتياز لا يمنح لأي دولة عربية أخرى بسبب القلق من تناقص التفوق العسكري النوعي لإسرائيل. وبعض عمليات التأثير الموصوفة في التقرير معروفة لمتخصصي الأمن القومي، لكن هذه الأنشطة ازدهرت بسبب عدم رغبة واشنطن في إصلاح قوانين التأثير الأجنبي أو توفير موارد إضافية لوزارة العدل. قال أشخاص مطلعون على التقرير إن الأنشطة الأخرى تشبه إلى حد بعيد التجسس، وأنفقت الإمارات أكثر من 154 مليون دولار على جماعات الضغط منذ عام 2016 وفقا لسجلات وزارة العدل. كما أنفقت مئات الملايين من الدولارات أكثر على التبرعات للجامعات ومراكز الفكر الأمريكية، والعديد منها ينتج أوراق سياسات ذات نتائج مواتية لمصالح الإمارات العربية المتحدة. ولا يوجد حظر في الولايات المتحدة على تبرع جماعات الضغط بالمال للحملات السياسية. قال أحد المشرعين الأمريكيين الذين قرأوا تقرير الاستخبارات إنه يوضح كيف يتم تشويه الديمقراطية الأمريكية بواسطة الأموال الأجنبية، قائلا إنه يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار. وأضاف: يجب وضع خط أحمر واضح للغاية ضد لعب الإمارات في السياسة الأمريكية. لست مقتنعا بأننا قد أثرنا هذا على الإطلاق مع الإماراتيين على مستوى عالي. ورفض كل من مكتب مدير المخابرات الوطنية ووزارة الخارجية التعليق على ما إذا كان قد تناول القضية مع نظرائهم الكبار في الإمارات. وجاء رد الحكومة الأمريكية الخافتة في أعقاب عرض الرئيس جو بايدن الحماسي للناخبين في الانتخابات النصفية الأسبوع الماضي بأن الديمقراطية الأمريكية مهددة من قبل المصالح القوية وتحتاج إلى حماية منسقة. وقال بايدن خلال كلمة ألقاها في واشنطن: مع وجود الديمقراطية في بطاقة الاقتراع، علينا أن نتذكر هذه المبادئ الأولى: الديمقراطية تعني حكم الشعب، ليس حكم الملوك أو المال، بل حكم الشعب. ومجلس الاستخبارات الوطنية هو المركز التحليلي الأول لمجتمع الاستخبارات، وتعتمد منتجاته على معلومات من 18 وكالة مخابرات في البلاد للتحدث بصوت واحد حول قضايا الأمن القومي الملحة. ورفض الأشخاص الذين شاركوا معلومات حول التقرير تقديم نسخة منها، وقالوا إن الأنشطة المنسوبة إلى الإمارات في التقرير تتجاوز مجرد استغلال النفوذ. وتضمنت إحدى أكثر عمليات الاستغلال الوقاحة توظيف 3 مسؤولين سابقين في المخابرات والجيش الأمريكيين لمساعدة الإمارات في مراقبة المعارضين والسياسيين والصحفيين والشركات الأمريكية. وفي الإيداعات القانونية العامة قال المدعون الأمريكيون أن الرجال ساعدوا الإمارات في اقتحام أجهزة كمبيوتر في الولايات المتحدة ودول أخرى.
والعام الماضي اعترف الثلاثة في المحكمة بتقديم تقنية قرصنة متطورة إلى الإمارات العربية المتحدة، ووافقوا على تسليم تصاريحهم الأمنية ودفع حوالي 1.7 مليون دولار لتسوية التهم الجنائية. ووصفت وزارة العدل التسوية بأنها أول قرار من نوعه.